صباح الخير. النهاردة هنعمل المخ البانيه في البيت، وهقولك ازاي يطلع معاكي بالشكل ده من غير اي ريحة زفارة. بس قبل ما نشوف وصفتنا، ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة. اول خطوة هحضر معايا جزراية شرايح، ورقتين لورا، بصلة متقطعة، معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة توم، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، ليمونة شرايح، وأربع فصوص حبهان مفتوحة عشان البذور تنزل منها. هنزلهم كلهم في المية، وأول ما المية تغلي هننزل بالمخ، وطبعا كنت غسلاه ونقعاه 5 دقايق في مية بالخل. هسيب المخ على النار لمدة 3-4 دقايق، وناخد بالنا ان هو ما بياخدش وقت خالص عشان ما يتهريش في المية. هخرج المخ واحطه في مية ساقعة بتلج عشان نوقف عملية السوى. الخطوة دي مهمة جدا عشان بيساعد ان هو ما يتهريش منا واحنا بنقطعه. ولما يبرد هجففه من المية بمناديل المطبخ. هبدأ اقطع المخ شرايح، وطبعا التقطيع بالشكل اللي بتحبيه، بس انا بفضل يكون شرايح بيبقى شكله احلى. وبعد كده هتبل شرايح المخ برشة من توم البودر والبابريكا والكمون والملح والفلفل. وبعدين هحضر التغليفة، وهي بقسماط ناعم ودقيق وبيض، والبيض هضيف عليه ربع كوب من اللبن ورشة ملح وفلفل. هبدأ أغلف المخ من الدقيق للبيض للبقسماط، وناخد بالنا يا جماعة إن المخ حساس نتعامل معاه بحنية. ولما نخلص كل الكمية هحطها في الفريزر لمدة نص ساعة تقريبا عشان أضمن إن الغلاف يتماسك. هحمر المخ بقى في زيت ساخن ويدوبك يغير لونه، هقلبه على الوش التاني، وناخد بالنا إن هو مش بياخد وقت لأنه هو أصلا مستوي. هرفع المخ على مناديل عشان يتصفى، وهقدمه بقى مع عيش بلدي وفلفل حامي وسلطة الطحينة. ووصفة سلطة الطحينة أنا كنت عاملاها قبل كده مع وصفة الشاورما، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف للي حابب يشوفها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة أتمنى تشتركي عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد.